تعالوا بقى النهاردة لما اعرفكم على أكلة من الأكلات السريعة اللي بعتمدها لما أكون مش قادرة أقف كتير في المطبخ، أو لما يكون ما عنديش وقت وحابة أعمل أكل بسرعة. أكلة سريعة وبسيطة وبتتعمل كلها في حلة واحدة، وإن شاء الله مكوناتها كلها موجودة عندكم في البيت. بس قبل ما نبدأ الفيديو اعملوا لي لايك واشتركوا في القناة بتاعتي علشان العيلة الصغيرة دي تكبر بيكو، وان شاء الله ان شاء الله يا حبايبي فيديوهاتي تعجبكم وتنول رضاكم ان شاء الله. انا اسمي خالته هند، لو اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة بتاعتي. في الاول كده انا جبت حلة وحطيت فيها شوية من زيت الذرة، وتوصي كده بالزيت علشان الرز يبقى مفلفل معاكي. حابة تستخدمي اي زيت تاني مفيش مشكلة، براحتك. حطيت عليهم بقى بصلاية كبيرة متقطعة كده زي ما انتوا شايفين. بعد البصلة ما اخدت اللون ده نزلت عليها بكوباية من البسلة، كوباية كبيرة. بعد كده نزلت خدت البسلة والبصل على النار برضو تاني دقيقتين كده ولا حاجة، وبعدين نزلت عليهم ب3 كوبايات من عصير الطماطم. جبت لهم بقى البهارات اللي متوفرة، ورق اللوري دوت ترميه عادي في الحلة وبعد كده بقشيليه مفيش مشكلة. حطيت ملح وسكر وشوية بهارات مشكلة وربع معلقة من الشطة وشوية كمون وربع معلقة من الفلفل الاسود. هنا كنت بقول لكم ان البطاطس ما تقطعوهاش صغيرة قوي علشان ما تتهريش في قلب الرز، ولا تقطعوها كبيرة قوي علشان ما تبقاش نية. قطعوها بالحجم اللي انتوا شايفينه ده هيبقى مناسب ان البسلة والبطاطس والرز يستووا كلهم في وقت واحد. نزلت عليهم كلهم بمية سخنة، طبعا بعد ما احط الرز هظبط المية تاني، يعني هشوف لو محتاجة هحط لها تاني. حطيت 3 كوبايات ونص من الرز. وانتي مستخدمة بطاطس قد ايه خالته هند؟ حوالي كيلو الا ربع من البطاطس خلاص، وكوباية من البسلة و3 كوبايات ونص من الرز وكوبايتين ونص من عصير الطماطم. مظبوط كده مظبوط كده. انا بقى في الفترة دي انا ظبطت الملح، وبعد ما ظبطت الملح وظبطت المية خدتها على البوتاجاز بقى، واول ما الرز يغلي هروح موطية عليه النار. هسويه بالطريقة العادية اللي انتوا بتسوي بيها الرز ده عادي خالص، او زي ما انتوا شايفين كده. اول ما غلي كده وبدأ يتشرب رحت موطية عليه النار. غرفوه بقى بألف هنا وشفا، قدموا مع بيض مسلوق، اعملوا جنبه شوية طماطم مخللة، اعملوا جنبه بتنجان مخلل، اللي تحبوه والمتوفر عندكم. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، وتابعوني دايما ان شاء الله. احاول اعمل لكم حاجات ترضيكم وحاجات حلوة. ربنا يسعدكم دايما، كل سنة وانتوا طيبين وبصحة وسعادة، وانتي في بيتك ملكة في مطبخك بأقل الامكانيات وبأقل حاجة هتعملي لولادك احلى حاجة. يلا مع السلامة.